السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من نوعات دينا. وحشتوني جدا جدا جدا. وحشتوني جدا. معلش انا اسفه ان انا اتاخرت عليكم، بس بسبب الظروف اللي كانت بتحصل في القضيه الفلسطينيه، فما كانش ليا نفس ان انا يعني اطلع واتكلم والدنيا كانت عامله كده. بس طبعا انا متعوده ان انا لازم اطلع دايما اديكم طاقه ايجابيه، وان احنا نتكلم عن عوايدنا وتقاليدنا وتراثنا المصريه، وبحب ان انا ابحث فيها كل يوم، ببحث وبلاقي حاجات جديده. فالنهارده لسه مكملين سلسله ان الكلمات المصريه العاميه، ان مصر طلعت ان هي اصلا مش بلد عربيه بسبب الكلمات اللي انا هعرضها عليكم، وكمان هقول لكم ايه اصل هذه الكلمات. خليكم معايا لاخر الفيديو. هتسكت ولا هجيب لك البعبع؟ كلمة هجيب لك البعبع دي، هو مين عم بعبع اللي الناس بتخوف بيه العيال ده؟ هو كلمة بعبع طلع ان هو عفريت مصري. ايوه زي ما انتوا سمعتوا كده، هو عفريت عايش في مصر. وان كان زمان الفراعنة لما كان بيعملوا الطلاسم السحرية بتاعتهم كان بيستعينوا بعم بعبع ده عشان يساعدهم يعني. فكانوا بيخوفوا بيه العيال، يقولوا لو ما سكتش هنجيب لك البعبع اللي هو العفريت يعني. تصدقي ان انت ست شلق محدش قادر عليك يا شيخ، يا شيخ هيتهدي. طيب هي كلمة شلق دي هي اصلها ايه ومعناها ايه؟ كلمة شلق دي مش عربية، وان هي اصلها قبطية، وان معنى ست شلق يعني ست كثيرة العراق والمشاكل، لسانها طويل يعني. وان هي معناها باللغة العربية اللي هي الامتداد والتوتر. بمناسبة بقى ان احنا بقى في الشتاء وفي دخول الشتاء، حابة ان انا اقول لكم يا نطرة رخي رخي على قرعة بنت اختي. طب هي كلمة رخ دي كنا بنغنيها زمان بس مش فاهمين معناها، وان هي اصلها اصلا ايه؟ لغة فرعونية، وان احنا بنغنيها من زمان من الاف السنين. ومعنى رخي يعني يا نطرة انزلي انزلي ورني على قرعة بنت اختي. اما بقى كلمة اهبل، كلمة اهبل دي طلعت ان هي مش لغة عربية، وان كلمة اهبل دي طلعت ان هي لغة يونانية، وان هي اصلها هبلوس. هي برضو المصريين برضو لما بيجي يعني شايفين واحد كده ساذج بنقول عليه هبلوس او هبلولو، بس هي اصلها هبلوس. يعني لما تيجي شايف واحد كده مخ على قده قول له هبلوس عشان تنطق الكلمة صح، لان هي اصلها كده وان هي لغة يونانية. اما بقى الكلمة اللي احنا دايما بنقولها ودلوقتي بقت عيب، عشان كده حاجة بلدي خالص ان احنا نقولها، ان هي كلمة جزمة. ما ينفعش اقول لبنتي البسي الجزمة دلوقتي عشان الاتيكيت يعني بنقول الشوز يعني. بس هي كلمة الجزمة دي هي ليها لغة على فكرة، هي مش لغة عربية خالص ولا ليها اي صلة باللغة العربيات الفصحى، ولكن هي كلمة الجزمة دي هي لغة تركية ومعناها تشازمة. يعني لما تيجي تقول لبنتك او ابنك البس التشازمة ما تقولش الجزمة، عشان هي جزمة دي يعني حاجة لا غير لائقة وحاجة يعني بيئية. فعايز تقول الحاجة يعني حاجة كده أجنبية، يعني قلت شازمة لأن هي لغة تركية. اما بقى كلمة بره، كلمة بره دي مشهورة جدا في مصر، وان هي كلمة شائعة في مصر بما اننا كمصريين ان احنا بنطرد بعض كتير. المهم الكلمة دي مش لغة عربية خالص ولا ليها اي صلة باللغة العربية الفصحى، ولكن هي اصل الكلمة دي هي لغة يونانية، وان النطق بتاعها الصحيح اسمها الى بارا، يعني المد بالالف، يعني الب هو الف كده بعديه. طب احنا ليه بنقول بره على طول؟ علشان احنا اللي قدامنا بيستفزنا، فما عندناش وقت ان احنا لسه هنطول في الكلمه فبنقول بره يعني. فهي كلمه يونانيه وهي اصلها الى بارا. اما كلمه مدمس اللي هو الفول المدمس، طلعت ان كلمه مدمس ان هي لغه القدماء المصريين الا وهي لغه الفراعنه، وان الفراعنه معنى كلمه مدمس يعني الفول الناضج، يعني المستوي، يعني المستوي كده على اخره. وكلمة متمس بالته بقى وهي لغة يونانية ومعناها اللي هو الفول اللي بيتطبخ تحت الرمال الساخنة. على اساس بقى ان المصريين زمان كان بيجيبوا الفول كان بيسخنوه تحت الرمال كده، فيقعد بقى باليوم والاتنين عبال ما يستوي بقى، فكان بيقول عليها متمس واحنا طورناها وقلنا عليها مدمس بالديل. اما بقى كلمة
طنش. كلمة طنش طبعا المصريين هيفهموا معناها، وان هي معناها يعني ايه، يا عم انسى، يا عم اتجاهل على الكلام اللي اتقال، وان هي اصلا مش لغة عربية، ان هي لغة قبطية، لغة القدماء المصريين اللي هي الفراعنة. بس في بقى بديل ليها دلوقتي، اللي هو يا عم نفض، يا عم كبر دماغك. كلمة كبر دماغك بقت كتيرة قوي. بقى كلمة شنطة، عمركم بقى يا مصريين فكرتوا في كلمة شنطة دي ان هي لغة ايه؟ ها؟ هي مش لغة عربية على فكرة، عشان احنا لو قلنا ان هي لغة عربية هنقول ايه؟ اعطيني الحقيبة، فمعناها الحقيبة اللي هي الشنطة. طب الشنطة دي احنا جايبينها منين؟ ها يا مصريين ما تردوا عليا، انا هقول لكم. الشنطة دي طلعت ان هي لغة تركية، وان الاصل النطق بتاعها اسمها دي شنطة، مش اي حاجة وخلاص. يبقى ايه لما نيجي نقول الكلمة بقى نقولها صح، مش اي كلام. هي اسمها ايه؟ قول ورايا، دي شنطة. بقى كلمة هلس، الراجل ده يعني بيهلس كتير يعني. طب هي كلمة هلس دي هي لغة عربية؟ لا، لا، مش لغة عربية خالص، وان هي لغة يونانية، وان الاصل النطق بتاعها نقول هيليوس. يعني لما نيجي نقول على يعني ده الراجل ده هيليوس، مش نقول هلس. طب احنا بنقول هلس ليه؟ ما انا قلت لكم اصل المصريين بيزهقوا وبيختصروا الكلام بسرعة عشان ما عندهمش وقت. المهم، فكلمة هيليوس دي هي لغة يونانية، وان هي معناها باللغة العربيات الفصحى ان هي معناها فساد. وصلنا لاخر حلقتنا، ورب يكون الفيديو يكون خفيف على قلبكم، واستنوني في فيديو جديد، واكتبوا لي كده في التعليقات عايزين ايه اكتر حاجة اتكلم فيها. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.